انت في ثانويه ازهريه فالفيديو ده هيبقى مهم جدا ليك، والفيديوز اللي جايه برضه، علشان هنبدا سلسله مع بعض كده نتكلم عن المواد اللي عندك وازاي ترجعها وتسمع لمين بالظبط وتتابع مين وايه الكتب اللي لازم تجيبها او الكتب اللي هتفيدك كطالب ازهري، او تشترك مع مين في فتره المراجعه النهائيه. وهنبدا السلسله دي بماده الاحياء. معاكم دكتور عزازي، ويلا نشوف هنعمل ايه. بص يا معلم، مبدئيا كده ميعاد امتحانات الثانويه العامه غير ميعاد امتحانات الثانويه الازهريه، في فرق حوالي شهر مثلا او اقل بحاجه بسيطه تقريبا يعني. فمعظم المدرسين هتلاقيهم شغالين عاملين حسابهم يخلصوا على جدول تربيه وتعليم اللي هو بعدك بحوالي شهر، وهو اوريدي عنده مواد اقل منك، فبالتالي هتلاقي فتره امتحاناتك دخلت وانت لسه ما خلصتش مراجعه، او المدرس بتاعك هتلاقيه بيضغطك جامد في وقت قليل جدا سواء اونلاين او اوفلاين، وبنظام غير نظامك اصلا. ده طبعا لان المعظم بيشتغل بنظام العام، سواء مدرس انت هتنزل له او مدرس انت هتشترك معاه اونلاين. فاهمني؟ بالنسبه لطريقه الشرح في فتره المراجعه او طريقه مذاكرتك انت، يفضل جدا يعني ان انت ما تقعدش تجيب الباب او الفصل من اول وجديد. يعني هتلاقي مثلا مدرس بيراجع الباب في بتاع 9 10 ساعات، ده غلط جدا بالنسبه لك انت كطالب ازهري. انت ما عندكش وقت للكلام ده. اهم حاجه عندك الحل عشان تلحق تحل كويس جدا وتراجع على الحاجات اللي انت نسيتها اصلا من اول السنه. الحل هو اللي هيرجع المعلومات دي في دماغك. بالنسبه بقى لطريقه الحل او الكتب اللي انت هتحل فيها، لازم طبعا تحل كتب الازهر زي المرشد والذهبي. طبعا معظم المدرسين مش بيحلوهم او بيهتموا بيهم عشان برضه السبب الاولاني، بس هم دول اللي فيهم الخلاصه ليك كطالب ازهري. طبعا مع كتاب الامتحان، لان اتضافت عندكم الجيولوجيا ونظام الامتحان وطريقه الاسئله نفسها بقت بتتغير. يعني امتحانك مثلا مش هيبقى زي من سنتين 3 4 مثلا. طيب هتبدا مراجعه امتى؟ لازم او يفضل يعني تبدا مراجعه في شهر 4 بالكتير قوي يا عم، من 10 4، علشان تلحق تحل كويس وتفرم المنهج اللي انت نسيت اوله اساسا كان بيتكلم عن ايه، وعلشان تلحق تخلص قبل اول امتحان عندك بحوالي اسبوع مثلا، او يا عم لو انت ميت قوي 4 ايام مثلا، علشان بقى تقعد تذاكر لاول ماده عندك. نيجي لحته مهمه جدا في الاحياء الا وهي الرسومات. يعني ده سؤال اكيد في الامتحان وحرام تضيع درجاته منك بسبب عدم اهتمامك بالرسم، فهتحتاج ترسم رسومات المنهج كلها وتدرب نفسك عليها. لو عرفت تعمل كده اكتر من مره يبقى كويس جدا يعني. يفضل ان انت تعود نفسك ان انت ترسمها بالقلم الجاف، حتى لو ما عملتش كده من اول السنه عادي، انت بتلحق عادي، الموضوع مش صعب يعني. بالنسبه بقى لاهم نقطه في المراجعه كلها وهي الشوامل. ما ينفعش، او بص يفضل يعني تبقى داخل الامتحان وانت حالل على الاقل 10 امتحانات سنين سابقه. ده غير طبعا الامتحان التجريبي بتاع سنتك لازم تحله عشان هيعرفك نظام امتحاناتك هيجي ازاي، وممكن يبقى فيه بعض الافكار اللي ممكن تتكرر في امتحانك. ونيجي بقى نقطه ارشح لك مين من المدرسين تشترك معاهم او تتابعهم في فتره المراجعه النهائيه. طبعا بعد كل اللي انا قلته ده من طريقه شرح او مراجعه او حل، احب ارشح لك دكتور عبد الرحمن سامي. دكتور عبد الرحمن الصراحه انا استفدت منه كتير جدا في ايام امتحاناتي، وللاسف الشديد يعني انا تابعته متاخر، بس استفدت منه. كان بينزل فيديوز كده في ايام الامتحانات نعمل ايه للامتحان اللي جاي او نجهز له ازاي او نعمل ايه بالظبط. فانا كنت ببقى داخل الامتحانات مطمن الصراحه بسببه يعني. وطبعا زي ما قلت لك انا عرفت متاخر جدا، فكنت انا خلاص اصلا خلصت مراجعه، فانا لقيته منزل عنده السنه دي ان هو يحل الكتب اللي انا ذكرتها دي كلها، المرشد والذهبي والامتحان، وتقريبا هو عامل مذكره يحلها معاك برضه. يعني توتال على بعضه هيحل 4 كتب. في حاجه انا استغربتها الصراحه بس هي تعتبر ميزه ليك كطالب ازهري، وهي انه بيشرح لثانويه ازهريه بس، او بمعنى اصح فتره المراجعه دي هتبقى لثانويه ازهريه بس، فاكيد هيبقى عامل حسابه ان هو يخلص على امتحاناتك انت مش امتحانات تربيه وتعليم، يعني هيخلص معاك في ميعادك بالظبط، ودي اكيد ميزه ليك. هسيب لك لينك قناه اليوتيوب بتاعته تحت في وصف الفيديو، ممكن تدخل عنده تعرف تفاصيل المراجعه اكتر، زائد برضه ممكن تسمع فيديوهات الشرح اللي هو اوريدي كان منزلها عنده على القناه، بحيث انك تاخد فكره كده او تشوف انت هتعمل ايه بالظبط او ايه التفاصيل او هو هيعمل ايه بالظبط في فتره المراجعه. وفي الاول وفي الاخر اختار اللي يريحك. وبس كده، ده اللي كان عندي اقوله لك النهارده. ما تنساش تشترك في القناه عشان نكمل السلسله بتاعت بقيه المواد قبل فتره المراجعه، وما تنساش تعمل لي فولو على الانستجرام، هتلاقي اللينك بتاعه تحت برضه في وصف الفيديو. ولو احتجت اي حاجه ما تترددش ان انت تبعت لي، انا اخوك الكبير. وما تنساش برضه تدخل قناه التليجرام بتاعتنا، هتلاقي اللينك بتاعها تحت في وصف الفيديو. وكان معكم دكتور محمد عزازي، طالب في الفرقه الاولى طب ازهر دمياط. اشوفكم الفيديو الجاي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.